انتوا عارفين ان 90% من الناس اللي نفسها تبدأ حياة جديدة عمرها ما بتبدأ. هاي، انا يارا سليم والفيديو ده بعنوان ليه بنستنى الوقت الصح. الدراسات اثبتت ان 10% بس من الناس اللي بيكونوا عايزين يبدأوا فعلا حياة جديدة وعايزين تغيير في حياتهم، هم دول بس اللي فعلا بيقدروا يعملوا ده، و90% ما بيقدروش، بس لانهم بيستنوا دايما الوقت الصح اللي عمره ما هيجي. خلينا نقول الوقت الصح ده ممكن يجي في خروجه، في مناسبة، في كلام ممكن يتقال امتى وفين او ما يتقالش. ساعتها انت مطالب ان انت تختار الوقت الصح. لكن عشان تبدأ حاجة جديدة عارف ان ده الطريق الصح، بس انت بتدي لنفسك اعذار. او خليني اقول لكم ان المخ او العقل البشري هو اللي بيدي نفسه الاعذار دي، سبب ان هو بيدافع عن نفسه. دي آلية بقاء عادي جدا. اي حاجة فيها ريسك المخ بيبعد عنها تلقائي. الجزء ده في المخ اسمه اميجدالا او اللوزة الدماغية، موجودة في الفص الصدغي في الدماغ، وده بيكون مسؤول بشكل مباشر عن معالجة المشاعر، خصوصا الخوف والقلق. فبالتالي أول ما بتفكر في بداية جديدة أو حاجة جديدة بره الكومفورت زون بتاعتك، طبيعي بتتحمس، بتتوتر شوية من إنه حاجة مجهولة ما تعرفش نتائجها عاملة إزاي. فبالتالي الجزء ده في الدماغ بيبدأ إن هو يبعد أي تهديدات أو مخاطر بالنسبة له هي مخاطر، يبدأ يدي لمخك أفكار إن أنت لسه مش جاهز، لسه الوقت الصح ما جاش، وهكذا. أول ما تحس إن في خطوة مهمة هتفيدك في حياتك أنت لازم تقوم وتاخدها دلوقتي، اعمل ده فورا. الدراسات بتقول إن أول 20 ثانية من الشجاعة كافية تغير مصيرك للأبد. مش شرط إن أنت تعمل خطوة كبيرة، على الأقل قوم اكتب في ورقة الفكرة اللي جاتلك أو الخطوة اللي أنت عايز تاخدها، عشان تكسر الحلقة المغلقة بتاعة المخ، ويبدأ يتأقلم على الحاجة الجديدة، أو يبدأ يحس إن الفكرة اللي بيفكر فيها دي مش مخيفة، بالعكس هي تقدر إن أنت تحققها. محتاجة بس منك مجهود واستمرارية، دي أهم حاجة. يمكن الطريق كله ما يبانش ليك من أول مرة، وده طبيعي جدا، بس مع كل خطوة صغيرة هتاخدها الطريق هيوضح أكتر وأكتر. فما تخافش، اتحرك. أنا كنت قبلك وكنت زيك، وكنت دايما بقول هستنى لما يبقى معايا وقت، لما يبقى معايا فلوس، لما يبقى معايا أي حاجة في الدنيا. بس صدقني الوقت ده ما بيجيش، والخوف مش بيمشي. الخوف بيمشي وانت ماشي، وانت بتتحرك للحاجة اللي انت عايزها. واحدة واحدة، متبقاش خايف، واحدة واحدة الرؤية بتوضح قدامك، واحدة واحدة بتبدأ تصدق أكتر وأكتر، واللي حواليك بيبدأوا يصدقوا أكتر. ما تستهونش بأي خطوة بسيطة، حتى لو أنت فعلا هتكتب على ورقة اللي أنت نفسك تحققه، لأن ده بيدي إشارة لمخك إن الحاجة دي تقدر تحققها، مش مستحيلة. فبالتالي بيبدأ يتأقلم واحدة واحدة، وبالتالي الفكرة بتبدأ تترسخ عندك. وحاجة كمان أنا اكتشفتها وأنا ما كنتش ملاحظاها حتى في نفسي، إن أنت لما بتدي جسمك أو مخك إشارة إن أنت عايز تعمل حاجة كتير، وبتبدأ تفكر فيها كتير، وبتبدأ تقولها لنفسك أنا هعمل كذا، أنا هبقى كذا، بيبدأ جسمك تلقائي ومخك تلقائي يتصرف على هذا الأساس، حتى وأنت مش حاسس أو وأنت مش بتديله أوردر لده. يعني مثلا أنا كنت عايزة أفتح البراند بتاعتي، صدفة دخلت على الانستجرام بتاعي لقيتني عاملة فولدر اسمه ماي براند، بحط فيه كل الحاجات اللي ممكن تساعدني عشان ابني البراند بتاعتي. هي لسه ما اتعملتش، بس انا بدأت بزنس تاني خلاني اقدر ان انا استقيل من وظيفتي الحالية واعتمد عليه هو. ودي ستيب بعدها ان شاء الله باذن الله ان انا هفتح البراند بتاعتي الخاصة بيا. مش مركزة ان انا بعمل ده. لما فتحت الفولدر لقيت كمية ريسورسز ومعلومات كتير جدا هتسهل عليا. انا متأكدة ان شاء الله قريبا لما اجي افتح البراند بتاعتي متستهونش ابدا ابدا بالخطوات الصغيرة، لان هي دي اللي بتعمل الخطوات الكبيرة.